أنا خاطب من 10 شهور. خطيبتي إنسانة كويسة ومحترمة جدا، بس هي عصبية شوية وأنا بستحملها لأن أنا بحبها وهي بتحبني. من حوالي يومين لقيتها بتقولي إنها مخنوقة جدا وحاسة إن في حاجة خانقاها لدرجة إنها مش قادرة تتنفس. فبسألها بقولها مالك؟ ايه اللي حصل لكل ده؟ في ايه للخنقة دي كلها؟ لقيتها بتقولي بص أنا مش قادرة أكتم أكتر من كده، أنا هموت من كتر ما أنا كاتمة في قلبي. قلتلها طب قوليلي ايه اللي حصل لكل ده، قوليلي مالك. لقيتها بتفاجئني بمصيبة وبتقولي أمي على علاقة مع واحد وبتغلط معاه وأنا شفتهم بعينيا، وغير إنها بتكلمه في التليفون كل يوم، يوميا في التليفون في كلام ما يتقالش. بصراحة خطيبتي والدها منفصل عن مامتها، بس هما مش متطلقين وكل واحد عايش في مكان، وأبوها متجوز واحدة تانية. أنا اتفاجئت باللي حماتي بتعمله واتفاجئت لأنها مش صغيرة. أنا اندهشت جدا وما بقيتش عارف أفكر في حاجة ولا قادر أرد. أنا مش عارف أعمل إيه ومش عارف إزاي دي هتبقى حماتي وفي يوم من الأيام هتبقى ست عيالي في المستقبل. فكرت كتير أسيب خطيبتي وأبعد بعيد عن العك ده كله، بس أنا متأكد إن خطيبتي هتتكسر علشان هي واخداني ظهر وسند ليها وبتحبني وأنا بصراحة بحبها. أنا مش عايزة أبقى ندل وخسيس معاها. أنا في حيرة وكل ما بفكر بتصعب عليا هي جدا إن أنا أكسر قلبها وأكسر بخاطرها وأخدها بذنب أمها، بس في نفس الوقت أنا مش عارفة أتصرف. خايفة أحط نفسي في حاجة أنا مش قدها، خايفة أكمل وأرجع عندها. مش عارف إزاي دي هتبقى جدة عيالي. انصحوني أعمل إيه، أنا تعبان جدا ومش عارف أفكر. أنا عايزة أقولك أنت معاك حق تحتار ومعاك حق تزعل وتتضايق، بس ارجع بتفكيرك أو ركز بتفكيرك كده ثواني. لو كان اللي حصل ده حصل بعد ما اتجوزته وخلفته كنت هتطلقها وهترميها؟ نصيحتي ليك في كلمتين: كمل وما تخسرش قلب خطيبتك ولا تاخدها بذنب أمها، وليك مطلق الحرية بعد الجواز إنك تاخد مراتك وتبعد وتقطع علاقتك بأمها، وأكيد هي كمان هتكون موافقة على ده. ودي نصيحتي ليك. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. ما تنسونيش في اللايك والشير وسابسكرايب للقناة، واللي أول مرة يشوفنا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. ومستنية رأيكم في التعليقات، تنصحوا صاحب حكايتنا بإيه. واستنوني في فيديو جديد وحكاية جديدة في حكاوينا مع تومة.